تربية البلبل العراقي فن يتطلب الصبر وفهم طبيعة هذا الطائر الحساس والذكي. لضمان سلامته وبقائه مغرداً وبصحة جيدة، إليك قائمة بالأخطاء التي يجب عليك تجنبها تماماً. 1. الأخطاء الغذائية: السموم الخفية. تقديم الخبز والحليب. الجهاز الهضمي للبلبل لا يتحمل اللاكتوز الموجود في الحليب، كما أن الخبز يسبب له انتفاخات وعسر هضم. إهمال الفواكه والخضروات. الاعتماد على الحبوب فقط يضعف مناعته. البلبل طائر آكل ثمار بطبعه، لكن احذر من تقديم البصل، الثوم، الشوكولاتة، الكافيين أو بذور التفاح، فهي سامة له. ترك الطعام المكشوف. لا تترك الفواكه في القفص لأكثر من 4 ساعات، خاصة في صيف العراق، لأنها تتخمر وتجذب البكتيريا والنموش. 2. البيئة والمكان. التيارات الهوائية المباشرة. وضع القفص أمام المبردة أو السبلت أو في مجرى هواء خارجي يعتبر قاتلاً للبلبل، ويؤدي لإصابته بنزلات برد حادة. الإضاءة المستمرة. يحتاج البلبل إلى الظلام الدامس ولمدة لا تقل عن 10 ساعات. ترك الأنوار مشتعلة ليلاً يسبب له إجهاداً عصبياً ويجعله يتوقف عن التغريد. المطبخ. لا تضع القفص في المطبخ أبداً، فالأبخرة الناتجة عن القلي والروائح القوية مثل المنظفات أو أبخرة التيفال المحترق تسبب له تسمماً تنفسياً فورياً. التعامل الجسدي والنفسي. الإمساك باليد بكثرة. البلبل طائر كرامته عالية ويحب الحرية. الإمساك المتكرر باليد يكسر الثقة بينك وبينه ويجعله وحشياً أو خائفاً دائماً. تغيير القفص باستمرار. البلبل يرتبط بمكانه. تغيير القفص أو تغيير موقعه كل يوم يجعله يشعر بعدم الأمان، مما قد يدفعه للدخول في حالة الخوف والتوقف عن التغريد. إهمال الاستحمام. يحب البلبل العراقي الماء جداً. من الخطأ عدم توفير وعاء للاستحمام، خاصة في الأيام الحارة، لأن ذلك يؤثر على نظافة ريشه وحالته المزاجية. 4. التدريب والصوت. التخويف أو الضرب. لا تضرب القفص أو تصرخ في وجهه لتأديبه، فالبلبل لا ينسى الإساءة وسيقوم بالزمجرة، صوت التحذير، كلما رآك بدلاً من التغريد لك. تسميعه أصواتاً مزعجة. إذا أردت بلبلاً صاحب طور جميل، لا تسمعه أصوات طيور برية مزعجة أو أصوات ضجيج، بل ركز على نغمات هادئة أو أصوات بلابل محترفة. نصيحة إضافية: احرص دائماً على نظافة أرضية القفص يومياً، فالفضلات هي المصدر الأول للأمراض الفطرية التي تصيب أقدام البلابل. هل تلاحظ أي سلوك غريب على بلبلك حالياً، مثل الخمول أو الامتناع عن التغريد، لأساعدك في معرفة السبب؟